اهلا بيكم مع روني. النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا، سهله في طريقه تحضيرها، مش هتاخد معاكي وقت في تحضيرها خالص. تنفع قوي تعمليها في العزومات، هتبقى جميله جدا. تعالوا نشوف الطريقه مع بعض. هجيب طاسه اسخنها كويس على النار، واحط فيها معلقه من السمنه، وهبتدي اجيب لحمه، طبعا براحتك الكميه اللي انت عايزاها، نص كيلو او كيلو. هبتدي اقطعه قطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واحطها في الطاسه. طبعا اول 10 دقايق ما اقلبهاش لحد ما تاخد لون من تحت، وبعد كده ابتدي اقلبها عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. لحد ما اللحمه كلها تاخد نفس اللون ده، هكون مقطعه 4 بصلات كبار جوليان، هضيفهم على اللحمه، وابتدي اقلبهم مع بعض كويس، واسيبهم على النار لحد ما تستوي اللحمه تماما والبصل يتكرمل زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي احط دلوقتي التوابل: معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره من بهارات اللحمه، وهقلبهم مع بعض كويس قوي. وهبتدي احط دلوقتي عليهم المكون اللي هيخلي صوص اللحمه ده هيبقى جميل جدا ومتماسك، لا هيكون تقيل قوي او خفيف قوي. هجيب معلقه كبيره من النشا، احط عليها 4 معالق كبار من الميه البارده، هقلبهم مع بعض كويس قوي على البارد، وبعد كده هضيفها على اللحمه. هقلبهم كويس قوي مع بعض، واخليها على النار تغلي، بس على نار هاديه قوي، لمده 5 دقايق او 10 دقايق بالظبط على النار. هتطلع معاكي احلى لحمة، وصوص لحمة فيها جميل جدا. شايفين القوام بتاعه؟ مش تقيل قوي ومش خفيف قوي، وحلو قوي بجد. هتنفع قوي تتاكل كمان مع العيش البلدي، بيبقى طعمها خطير. عايزة تعمليه معاها رز براحتك، بس انا بصراحة شايفاها بتليق اكتر مع العيش البلدي. بصي القوام الصوص جميل ازاي. هبتدي اغرفها في الطبق، مش قادرة اقولك ريحتها وطعمها خطير ازاي. شايفين اللحمة كمان دايبة جدا ومستوية كويس قوي. بجد الطبق ده خطير قوي وسهل وسريع، ونتيجته حلوة جدا وطعمه خطير. اتمنى تجربوا الوصفة دي، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير ومتابعة.